بيقول لك 11 يعملوا 12. ده لغز قاله الكابتن علاء صادق، لغز او معادله الواحد مش عارف، بس هو بيقول 11 يعملوا 12. ايه يا ترى 11 يعملوا 12 ده؟ هنعرفه وهنفهمه مع بعض في تفاصيل الفيديو. اعزائي متابعين قناه توب تيم، اهلا بيكم معانا في خبر جديد النهارده. وكلاكيت تاني مره الكابتن علاء صادق والغازه واراءه اللي دايما في مكانها وفي محلها ودايما بتكون مميزه. تعالوا نتابع مع بعض النهارده الكابتن علاء صادق بيقول ايه عن الاهلي، وايه قصة 11 يعملوا 12. بس الاول ما تنساش تصلي بينا على النبي، علشان دي احسن حاجة هنطلع بيها من الفيديو النهاردة مهما كان فيه معلومات مهمة. تاني حاجة، لو انت بقى اهلاوي اصيل ما تنساش تعمل لايك، وكمان تشترك في القناة لو أول مرة تشوفها، وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد وحصري عن كرة القدم في مصر وعالميا، وخاصة بيقول الكابتن علاء صادق: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يوم سعيد علينا جميعا إن شاء الله. معادلة فريدة لنادي القرن، 11 يعملوا 12. ازاي الكلام ده؟ 11 بطل، 11 نجم بالزي الاسود النهاردة عايزين يعملوا اللقب بالرقم 12 للنادي الاهلي. 11 يعملوا 12. ممكن الاهلي يلخبط العالم كله، يلخبط كل الحسابات، ويخلي ال11 يساوي 12. ازاي الكلام ده؟ طبعا ما يعملهاش غير الاهلي. وكمان الكابتن علاء صادق بدأ يقول لهم شعر، او يعني ايه، بيغني لهم اغنية كده بسيطة وبيقول لهم: موت على الكورة، انت الاهلي، انت حلم المصريين وفرحتهم، العب برجولة، انت الاهلي، انت الاسطورة. ذاكرنا واجتهدنا وخدنا اعلى الدرجات في كل الامتحانات، بس النهارده النص الأولاني من امتحان آخر السنة. الليلة الساعة 10 مساء الأهلي بطل مصر وأفريقيا، ثالث العالم، نادي القرن، بيدخل الامتحان أمام الترجي التونسي العريق، وسط جماهير الترجي الغفيرة المتحمسة في ملعب حماد العقربي في رادس في العاصمة التونسية. مباراة الذهاب للدوري النهائي لدوري أبطال إفريقيا. الحكم مصطفى غربال من الجزائر، حكم إفريقيا الرقم 1، نثق فيه ثقة تامة إن شاء الله. على الفيديو ده حمبيدة، ده الحكم الموريتاني اللي أدار نهائي أفريقيا، فريق الأهلي والترجي مكتملان، نقص محدود جدا جدا في النادي الأهلي. إذا كان عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا مش في القايمة والاتنين في نفس المكان لعب ارتكاز، مديرنا الفني السويسري مارسيل كولر عنده بدل اللاعب 1 و2 و3 و4 كمان. عندنا في الارتكاز مروان عطية وأكرم توفيق وكريم نتفد، وكمان المالي أليو ديانج. الأهلي مكتمل بكل نجومه، بكل صفوفه، بكل إدارته، بكل جمهوره ما شاء الله. مارسيل كولر عنده النهاردة أكبر مساحة وحرية في اختياره للتشكيلة اللي تبدأ المباراة. كمان الترجي كامل الصفوف 100%، ال11 لاعب الثابتين الأساسيين مع البرتغالي ميجيل كاردوسو كلهم موجودين، وراجع لهم محمد توجيه المدافع الجزائري اللي غاب عن الفريق في آخر ماتش ليه في الدوري. وكمان صرح الكابتن علاء صادق بأن تونس عندها 8 محترفين، ولكن اللائحة في تونس بتسمح بكده. وكمان قال امبارح الأهلي كان بيواجه بعض المتاعب في تدريبه الأخير في ملعب حماد العقربي في رادس. خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي سبق الفريق وسبق اللاعبين للملعب، لأنه توقع حدوث بعض العراقيل اللي ممكن تأجل التدريب. وفعلا قبل ما يبدأ التمرين أول ما راح لقى عدد كبير وضخم من العمال في الملعب، ما بين الأرض وما بين المضمار وما بين المدرجات، وقال إيه، كل دول واقفين بيشتغلوا وكل واحد معاه موبايله وكلهم مستنيين علشان يصوروا التمرين. لكن خالد بيبو كان صاحي وطلب خروجهم جميعا من الملعب وعدم تواجد أي حد منهم، وكمان تمسك بضرورة رش أرض الملعب وصمم على طلبه ده بالمية قبل التدريب زي القواعد الدولية ما بتقول، وما كانوش عملوا كده بالرغم ان هما كانوا موجودين. لكن الحمد لله على كل شيء، الطرف التونسي استجاب لطلبات بيبو في الأمرين. بس صرح علاء صادق وقال ان كان في طيارات كتير درون، الطيارة الصغيرة اللي بتمشي بريموت كنترول وبيكون متثبت فيها كاميرا وبتصور من فوق، لكن ما يفرقوش معانا طبعا، لان احنا دايما بنقول ان الاهلي في التدريبات اللي من هذا النوع ما بيعتمدش ابدا 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 على الجانب الخططي. وهاتوا كل كاميرات العالم، الاهلي ما تمرنش التدريبات الخططية في تونس على الاطلاق، ده بيتم في ملعبنا احنا بمعرفتنا.
وطبعا بعد ده كله مش المفروض ننسى موعد مباراة الأهلي النهاردة، اللي وصل الأهلي للنهائي للمرة الخامسة على التوالي عقب تخطي عقبة مازيمبي في الدوري نصف النهائي، في الدور نصف النهائي عفوا، بينما وصل الترجي التونسي على حساب سان داونز. موعد مباراة الأهلي اليوم، ويخوض فريق النادي الأهلي النهائي الخامس له على التوالي، محققا 3 بطولات في آخر 4 نهائيات خاضها، وكان آخرها ضد الوداد الرياضي المغربي. موعد مباراة الأهلي النهاردة، وسبق إن تقابل الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا بأكتر من مناسبة، وآخرها كان في نهائي 2018 لما انتصر وقتها الترجي التونسي 4-3 على الأهلي بمجموع اللقاءين، وحرم الأهلي من تحقيق اللقب التاسع وقتها. فالمباراة النهاردة هتكون الساعة 10 مساء بصافرة تحكيمية للجزائري مصطفى غربالي. وطبعا نقدر نشوف المباراة النهاردة الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة على قناة بي ان سبورت، ودي القناة الناقلة لمباراة الأهلي على النايل سات في دوري أبطال أفريقيا 2024. وما تنساش زي ما طلبت منك أول فيديو إن أنت تكتب في التعليقات أنت متوقع نهاية المباراة إن شاء الله بإذن الله لصالح الأهلي هتكون النتيجة كام. واللي هيكون توقعه صح هيكون له سقفة كبيرة قوي قوي في الفيديو اللي جاي نقول اسمه ونسقف له، علشان هو توقع صح وثقته في الأهلي كانت تمام التمام، وبإذن الله الأهلي يفرحنا النهاردة. ومعانا خبر مهم جدا بيقول إن أفادت تقارير صحفية بأن الدولي المصري محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي بيدخل دايرة اهتمامات أحد الأندية في الدوري الفرنسي والتركي للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ووفقا للمعلومات الواردة من موقع فوت ميركاتو العالمي، فإن محمد عبد المنعم مستهدف من جانب فريقي موناكو الفرنسي وكمان سراي التركي للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل، ولكن لا توجد أي خطوة رسمية حتى الآن. وأشار الموقع أن محمد عبد المنعم يرغب في اتخاذ خطوة جديدة في مسيرته وخوض تجربة الاحتراف في أوروبا خلال الفترة المقبلة، وأن هذا من الممكن أن يحدث من خلال بوابة فريق موناكو أو نادي جلطة وسراي التركي. ويستعد محمد عبد المنعم دلوقتي لخوض مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا مع النادي الأهلي ضد الترجي اليوم السبت، على أن يقام لقاء الإياب يوم 25 مايو الجاري في استضافة استاد القاهرة الدولي. وبكده بقى نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يلا يا كل الأهلاوية ما تنسوش تكتبوا تعليقاتكم تحت وتكتبوا انتوا توقعاتكم ايه عن النتيجة بتاعة الماتش النهاردة. وطبعا ده ماتش مهم جدا جدا، كلكم تابعوني علشان نوصل لأكبر عدد من المتابعين ونكون 10,000 أخ وأخت في أسرة القناة في أقرب وقت إن شاء الله. وكمان اللي هيقول توقعاته صح هنقول اسمه في الفيديو اللي جاي، وهنسيب اسمه مكتوب على طول الفيديو.